الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلاح المجتمع، واحنا بقينا في مجتمع بقت حالته صعبه جدا دلوقتي، يحتاج انك وانت ماشي تتكلم. تلاقي حد من كثيرا ما تجد، يعني انا مبتلى بده، قدامنا درس، الدرس ده صبيان على بنات، وما عدناش زي زمان بقى برضو مرض التحسل. كنا زمان لما نروح الجوامع ناخد درس، والله يا اخواننا المدرس لو نزل لقانا واقفين في الشارع بعيد عن الدرس، يعني نزل، طبعا ممنوع انك تقف قدام الدرس خالص، نطلع على الشارع بره بقى، لو لقانا واقفين قدام الشارع على الشارع بره يبص لك كده يقول لك ماشي، تعرف انك بكره هتاخد طريحه. ليه؟ ده انا واقف على الشارع، يقول لك تنزل تروح دغري. المدرس ينزل البنات الاول، انزلوا روحوا عشان تمشي البنت، لو لقيت واحده واقفه في الشارع برضه نفس القضيه. الراجل النهارده البنات على الصبيان وحاجه صعبه جدا. والطالب لما عرف ان المدرس بيبص لقرشه بقى مش عاجبه المدرس. ولا انا شفت اتنين بيتخانقوا مع بعض، الواد بيسب له الدين واللي بيحوش المدرس، والواد قاعد يشتمه، المدرس قاعد يحوش، والتاني يقول له اوعى بس يا استاذ، ونازل في التاني ضرب. ايه يا عم ده الواحد كان بيشوف المدرس يتخض، ده لو واحد حلم بيه كان يتخض منه. فالشاهد ده من الامور اللي الواحد بيلاقي على طول يطلعوا بقى يروحوا متمشيين مع بعض، ما كل واد ماشي له مع بنت. في الغالب تبص لهم متلقحين جنب بيتنا بقى، انزل لازم الاقي حد من دول، تلاقيهم تمر عليهم وكلمه، احيانا ما بيبقاش عارف. مش عارف، انا يمكن حكيت لكم الموضوع ده من اسبوعين كده، وانا رايح داخل على بيتنا وبركن كده، ببص لقيت واد واقف مع بنت، شاب صغير كده، والله حاجه تصعب عليك يعني، شاب صغير كده اعداديه ولا حاجه، والبنت قده. فرحت طالع داخل عليه، قلت له تعالى، انت ايه الوقفه السوداء اللي انت واقفها دي؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي ولا سوداء ولا حاجه يا شيخ. انت بتقول كده ليه؟ قلت له ولا سوداء ولا حاجه؟ ده انت مش حاسس، انت اسمك ايه؟ قال لي اسلام. قلت له يا نهار اسود، اسلام كمان؟ يا ابني دي وقفه سوداء. قال لي واحنا بنقول حاجه، انا واقف قدام الناس اهو. شوف فكرته ايه، انا واقف قدام الناس اهو، ما قلتش حاجه غلط يعني. قلت له طب انا عايز اسالك سؤال، لو واحد جه وقف مع اختك الوقفه دي وانت جيت قلت له يا جدع انت واقف مع اختي كده ازاي؟ قال لك احنا ما بنقولش كلام عيب، ده احنا بنقول كلام كويس ومفيش حاجه، هتسيبه؟ قال لي لا طبعا. اسيبه ازاي؟ قلت له ده برضه نفس الموضوع يا اسلام. قال لي والله العظيم دي خطيبتي. قلت له الكلام ده تقول له لحد غيري، مش انا اللي تقول لي كده. والله دي خطيبتي. قلت له لا قول الكلام ده لحد غيري يا اسلام. قال لي والله خطيبتي. قلت له طب حتى على الاقل ما تقفش بقى في الشارع كده. الشاهد وانا بكلم الشاب ده، والله يا اخوه يعني في غيره ممكن تلاقيه واد حنت كده. يعني في واحد مره قابلته والله العظيم واقف بقول له تعالى يا اخي، راح دخل عليا دخله عمري في حياتي ما اتثبت كده ابدا. والله العظيم يا اخوه، دخل عليا اهلا الشيخ سمير، عامل ايه يا عم الحاج، انت فينك؟ قلت له اهلا وسهلا، برضه بدوري ما انا وانا مش عارفه، انا اول مره اشوفه. اهلا وسهلا، عامل ايه؟ انت كويس؟ انت مش عارف فينك يا راجل؟ ما فيش بقالك كتير قوي. لا والله موجود طب عايز حاجه؟ قلت له لا مش عايز حاجه. راح اخد بعض. بعد ما مشي قلت يا نهار ابيض، ده الواد يعني كلفتني كلفته. فالقصد الولد ده اللي لفت نظري ليه، والله يا اخوانا، انه قاعد باصص لي كده، تحس ان كلام جديد عليه. هو متوقع، اصل انت ما بتعرفش، انتوا ربنا عافاكم من الافلام والتلفزيونات، الحمد لله. التلفزيونات في البيوت بيتفرجوا على القنوات الاسلاميه والكلام ده، الافلام والكلام ده بيدوا له القصص دي. يعني انا مش عايز اقول الاسماء، بس الواحد قرأ قصه سيناريو فيلم كان معترض عليه البعض بتاع اسمه يعقوبيان. ده جايب كل رذيله في المجتمع وبيمثلها في السيناريو بتاعه. الناس اللي كاتبه معترضه عليه بيقول لك ده فيه لواط وزنا ومش عارف خمر يعني فيلم جمع كل المصايب السوداء وحطها لك عشان هو ده يبقى الاعلام، ويطلع لك يقول لك اوعى حد تقول لي تيجي ناحيه الاعلام، ده الابداع اللي في العالم، ابداع اللي جرينا الى وراء بشكلته. فالناس دي مش عارفه، لما تمشي تلاقي منكر انكره. هذا من صلاح المجتمع على قدر ما تستطيع. يعني ممكن اعدي على واحد مثلا، انت واقف كده ليه يا اخي؟ يقول لك يلا امشي يا عم الشيخ. ماشي امشي، قد يكون كده ماشي يا عم الله يسامحك وامشي، بس صدقني هو مش هيقف المره دي تاني، مش هيقف في الحته دي تاني. اقول لك ده بدل ما نقف، ده في واحد شيخ هنا كل ما يشوفني يفضل يقول لي انت واقف ليه ويوعظنا، خلينا نروح نقف في شارع تاني. يبقى كفيته ولا ما كفيتوش؟ على الاقل خليته اتحير، اروح اقف فين؟ انما الانسان يترك المنكر بالشكل ده سيعود المنكر عليك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، اعرابي مشعان طويل قوي قوي وحاجه كده، فقال له خد الابل دي. قال صدقة أم هدية؟ قال صدقة أم بيع؟ قال بل بيع. ليه بيقول له بياخد ويدي كده معاه؟ أعرابي ده لما تيجي تكلمه كلامه ناشف. شفت ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عمل إيه؟ جاي يسأل النبي سؤال أناخ الراحلة في الجامع. هو فهمه كده. الراجل اللي في الرواية بتاعت الصحيحين لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بالناقة. يعني عارف هو واقف كده وهو فضل داخل لحد ما الصحابة قالوا إيه؟ مالك في إيه؟ ده داخل رايح على الجمل حدثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان عارف ده اعرابي ده خلقه كده، فقال لهم ايه؟ ارب ماله،
ده هو ليه بس عايز سؤال، انا عارفه هو عايز يسال سؤال، بس خليه يسال. ثم بعد ذلك يتهذب. يعني برضو النهارده من الاشياء اللي تسعدني، شفت كم اخ كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعد ان طلبوا العلم وكده كانوا اخوه اعرفهم بالغضب هديوا، بعد كده هيتصلح. فمعرفه الناس من حولك ده مهم جدا في الدعوه، عشان تعرف هتقول لهم ايه. شوفوا يا اخوه، انا عندي قناعه اننا الى الان ما اقمنا حق الصلاه. عارف لو صليت عدل ستتلذذ بالايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاه خير موضوع. ومن أجمل ما نبه عليه بعض أهل العلم، قال: إن الإنسان إذا قام في الصلاة فأحسن القراءة، أحسن يعني تقرأ وتفضل تمعن كده في القرآن، فإذا أحسن القراءة واقفا كان السجود هويا. خد بالك من الكلمة دي، يعني إيه الكلام ده؟ لما تقف تفضل تصلي كده تترنم بالقرآن تحس بشوق إلى الله، تحس بزيادة الإيمان، محبة لله عز وجل. فلما يجي ميعاد السجود، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا إيه؟ فأهوى ساجدا، أهوى انكب على سجود، مشتاق انه ايه؟ انه يحط راسه على الارض لله عز وجل. تتلذذ باركان الصلاه وتفهمها. عشان كده بعض الاعراب لما اسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابايعك على ان اخر من قيام. يعني ايه نخر من قيام؟ سئل الامام احمد في هذه اللفظه في الحديث فقال: يعني لا يركعون، لان الركعه لما تركع هذا قمه الذل. قالوا: لا ما اقدرش دلوقتي، لانه كانوا فاهمين. فهل استشعرنا نحن في الركوع الذل لله عز وجل؟ ويعلم الانسان انه لو اتذلل ربنا هيذلله كل حد، ولو ما ذلش ربنا هيذله لكل حد. تفضل تقول لي ده بعد اذنك ومعلش واحنا متاسفين والله خلاص، مش كده؟ تفضل تتحايل كده على الخلق. الشاهد ايها الاخوه، الضحى وقت من الاوقات اللي بتجري فيه ربنا، لانه سهو الناس. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. اكثر الناس في الوقت ده مشغول. عشان كده قلنا في سورة الضحى، فاكرين سورة الضحى في رمضان هنا كنا بنقول ان الوقتين دول يقربوك من ربنا ويخلوك ما تطردش من رحمته سبحانه وتعالى. والضحى والليل اذا سجى. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومع ذلك ما سابش صلاة الضحى. في حديث ام هانئ في الصحيحين قالت: ان ابن امي زعم عن علي رضي الله عنه انه قاتل فلان بن هبيرة وقد أجرته، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم خرج رسول الله ملتحفا بثوب فصلى 8 ركعات ضحى. صلى 8 ركعات على ما سابهاش وانت بتفتح بلد، يعني المفروض مشغول. فأوصي نفسي وإخواني الإخوة، الضحى من بعد ما يطلع الصبح الشمس وتعلو، بعد بيقول لك الشروق هنا مثلا في النتيجة تعدي بعديه تلت ساعة ربع ساعة وتقوم قايم مصلي من هنا لحد قبل الظهر ب10 دقائق عند قائم الظهيرة. وأفضل الأوقات حين تشتد الشمس الساعة 10 الصبح، 10 ونص الصبح كده، صلي الضحى. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.